سلام، نتمنى ان شاء الله الفيديو ديالي يلقاكم في افضل الاحوال. غنشارك معكم هذا القفطان ما شاء الله جا زوين. الطريقه ديال الخدمه ديالو بسيطه وسهله. كاين اللي كيتعجبو هاد البساطه في الخدمه، يكون القفيطين يعني بلا حزام غير مع بليغه كيجي غزال. شوفوا هاد الثوق هذا كيفاش خدمته. هنا خدمت غير الثوق وخدمت السنيسله على الخياطه ديال يعني الدوره ديال القفطان. جا سامبل وبسيط. الكميمات ولا الظهر ولا هكا ما تخدموش، ما شاء الله جا زويون. هذا ديال البس ديال شي مناسبه اللي هي خفيفه، يعني كتلبسوه بلا حزام مع بليغه ولا صنيديله كيجي كيحمق. هنا خدمته بسلسله باللون ديالو. الفينيسيون من التحت كانت بهاد السينته ديال المبره، فهذه راه كيتفينا بها حتى الخياطه ديال الماكينه باش ما تبانش. واللوينات راه كانوا متناسقين مع اللون ديال الثوب. هنا البنات بالنسبه للمبتدئات اللي دخلوا جداد كيسولوني على النوعيه ديال العقيق، كنرحب بهم في هذه القناه. كنخدم بالماتسونو كما كنقول لكم دائما في جميع الفيديوهات ديالي. هاد النوعيه هذه هي اللي كنعتمد، وكذلك الميوكي هما نفس الشركه. الميوكي جا من بعد الماتسونو، الجوده ديالو زوينه، باقي ما فيهاش شويه الغش، ولكن هادو كيبقاو من احسن الانواع ديال العقيق. وكاين كذلك النوع الثالث اللي ذكرت لكم هو طوهو. هذاك قليل كتلقاوه غير في المحلات الكبرى، يعني بحال مشيتو قصرية الزيتونة غادي تلقاوه موجود تما. كيدير 80 درهم الباكية، فيها 100 غرام. حتى هاد الماتسونو فيه 100 غرام. انا كنصح اللي بغا تخدم شي حاجه تبقى عندها يعني دايما تخدم بشي حاجه اللي هي زوينه في العقيق. كاين ديال العبار، كاين حتى هو اللي فيه مزيان صراحه، غير هو شنو اللي فيه مزوينش هو ديك التقطيعه. يعني الحبات ديال العقيق كتلقاو كل وحده كيفاش دايره، وحده طويله وحده قصيره، ما كيعاونش على الخدمه. ودائما العقيق النوعيه الا كانت مزيانه كتبين الخدمه مزيان، كتجي زويونه. المهم هادو هما اللي كنخدم بهم البنات. كيدير 60 درهم على حسب العقيق اللي هو يعني بهذا الحجم هذا، فهذاك هو الثمن ديالو. اما السنيده فالثمن ديالها كيبدا من 90 درهم وانتم طالعين. ولا كان اللون غابر البنات راه كتاخذوه بثمن اللي هو زايد. المهم نتمنى انكم تستافدوا من هذا الفيديو هذا. هنا غادي نخدم البنات هاد العريشات. بالنسبه للرشيمه غنخليها لكم في المنتدى، اللي بغاتها راه تخرجها وتخدمها. يا اما عبايه ولا جليليبه، صراحه كتطلع زويونه. انا عجباتني، بغيت نخدمها في شي جليليبه ديالي بالدوغي والارجونتي. هاد اللوينات كيتماشاو كيجيو حضاريين. كما كنقول دائما البنات، سبحان الله البياس كيعبر على مولاه. هاد القضيه هادي حنا نكونوا متفقين عليها. كاين الناس اللي كيبغيو الالوان دافئه، يعني كيف ما كنقول انا اللون في اللون، ولا شي لوينات اللي كيكونوا متناسقين بزاف مع بعضياتهم. فانا من عشاق هاد النوعيه. وكاين الكليانات اللي خدمت ليهم ما شاء الله كيختاروا دوك الالوان اللي باينه اني اراك من بعيد بحال هكا. يعني تكوني جايه من بعيد ويضرب فيك هذاك الصفر اللي. المهم راكم فهمتوني. كل وحده كيفاش دايره. على حسب، حيت الكليه سبحان الله كل واحد كيعطيك شي موديلات اللي انت بعد الخطرات كتقولي لا محال واش يجي، ولكن الا تخدموا راه كيجيو زويونين. المهم هذه غير كتبقى كنظريه وصافي. هنا دخلت هاد الاحمر اللي كنقولوا ليه حنا دم الغزال، كيجي زويون مع البلوروا. كذلك الازرق الفيروزي. وكاين الموف بارد حتى هو دخلته، ودخلت اللون في اللون. ويمكن لكم كذلك اللوين البلوروا كيمشي معه الغوز بيبي كيجي زويون. كيجي معه الصفيفر حتى هو بارد. الموف المغلوق كيجي معه الشيبي. يعني كاين بزاف ديال اللوينات اللي يمكن لكم تدخلوا في هذا اللون، كيعطي اكثر. وكذلك تخدموا اللون في اللون. البلوروا مع البلوروا راه كيجي انيق. كاخر فيديو لاحظتوا كيفاش جا هذاك اللون ما شاء الله. انا عجبني بزاف، كيجي زويون روعه. المهم كل وحده على حسب الذوق ديالها. هنايا شوفوا كندير الفنايت فاش كنكون كنخدم هاد الرشيمات اللي فيهم كثره ديال العريشات. كنحاول انني كل لون نعلمو بالفنيته باش غير نسالي ونخدم كي هاد الجهه اليمنيه كي الجهه اليسريه باش ما نخلطش اللوان. نتوما غادي تفهموا، حيت بعض الخطرات كتكوني تغلطي غير في شي لون واحد كتحاولي انك تسربي كلشي وتعاودي من جديد، ولكن هاد القضيه هذه كتعاون بزاف. المهم غير المبتدئات اللي غادي يبغيو يستافدوا من هاد القضيه هذه. وكذلك كاينه واحد المبتدئه او متتبعه كانت سولتني كيفاش كنعقد الخيط من اللور. فهي الطريقه بسيطه، كنحاول انني
ونجي اللور نخشي الابره وكندير واحد 3 العقدات ولا 4 على حسب. المهم كتثبتو مزيان بالخيط والبرا على الثوب. وكنحاول انني كيف ما غادي تلاحظوا غادي نخرج الخيط بعيد على الغرزه بحال هكا. علاش؟ غير باش ما يبقاوش ليا هذوك الشناتف خارجين، كتجي البياسه نقيه. وبالنسبه لي غتسولني على الفيزلين، فانا مره كنخدم به مره ما كنخدمش به. الا بغيتوا البياسه شويه تجيكم واقفه خدموا بالفيزلين، كيعاونكم على الخدمه وكيخلي البياسه واقفه. كذلك يمكن لكم تخدموا بلا طوال كولونط. راه الخياطات غادي يعرفوني علاش كندوي، هو اللي كنلصقوا في لي مونطو في لي فيست. ما كي يعني واخا كيتصبن كيبقى لاصق. يمكن لكم تلصقوه بالمصلوح يعني بالمكوات ودوروا عليه السورجي باش يبقى قابط مزيان. وهذا غادي يتخيط ما كيتحيدش وكتخدموا عليه كتجي البياسه واقفه. المهم كل وحده وكيفاش كتبغي. غير الفيزلين كيسهل التنبات. الا لصقتوه فيمكن لكم تخدموا بلا مرمى. هنا البنات مني كنسالي انا بعض المبتدئات كيقولوا لي واش يمكن لينا خاص البياسه تكون مفصله ولا مخيطه. انا كنصح الا كانت مفصله فمن الاحسن غتسهل عليكم الرشيم والخدمه دغيا غتخدموها. الا ما كانش فيمكن لكم تخدموا غير هي شويه كيكون واحد الصعوبه غير بالنسبه لهكا. الا كانت رشمه كبيره ولا هكا كتكون شويه كتعكس شويه. اما الا كانت مفصله كتخدموها دغيا عاد كتمونطيوها كتكملوا الخدمه ديال السلسله ولا اي حاجه الخدمه المعلم ولا هكا. مهم انا النظريه ديالي حيت خدمت الموديلات اللي هما مخيطين كياخذوا شويه الوقت، ولكن ماشي مشكل. خاصك تادابطاي مع اي بياسه جاتك كيف ما بغات تكون. المهم البنات نتمنى ان هذا الفيديو يكون شويه فيه الاستفاده، وكنشكركم بزاف على التعاليق ديالكم الطيبه اللي لقيتها في اخر الفيديو. شكرا لكم بزاف البنات. ما كنبخل عليكم حتى شي حاجه في هذه القناه. كنبغي نبارطاجي معكم الماكسيموم ديال الحوايج اللي كنعرف، حيت كيف ما كنقول دوام الحال من المحال. ما غاديش يجي واحد النهار يمكن ما نبقاش نبارطاجي على حسب الله اعلم. المهم بالنسبه للبلاستيك فهو هذا كنمشي ناخذ هذا الغليظ. كاين الرقيق الفوقاني وكاين الغليظ.